تسمع بَدّ العد التنازلي، الحق والكلام الغريب اللي بيتقال ده، والوقت قصير جدًا، وحالة الرعب الغريبة اللي فيها الطلبة دلوقتي. بُصّوا يا جماعة، الموضوع أبسط من كده، بس بالشروط اللي أنا هاقول لكم عليها. أول حاجة لازم تبقى عارف ومتأكد إن الفترة فعلًا قصيرة علشان الامتحانات، لكن مش قصيرة عشان تحقق حاجة، بس عشان نكون متفقين. طيب الفترة دي أنت المفروض تعمل إيه؟ أول حاجة لازم تستغنى تمامًا عن عدد ساعات النوم الغير محسوب، يعني آخرك من 6 ل8 ساعات ويا ريت ما توصلش ل8. تمام؟ تاني حاجة، لازم تحاول على قد ما تقدر إن الفترة دي يكون عندك مصدر أساسي لإن أنت تحل منه في كل مادة. طبعًا عشان ما يتصنفش الموضوع إن أنا أسمي كتب معينة إنها باعمل لها دعاية، لكن أنا هاقول لكم فعلًا الكتب الخلاصة في المواد العلمية على الأقل اللي أنا مادة منهم. تمام؟ وده برضه هنقوله كمان شوية. في مواد مع كافة احترامي ليها ولمدرسينها لازم تاخد جزء هامشي شوية من المذاكرة أكتر من المواد العلمية. الفترة دي فترة المواد العلمية أو المواد التخصصية بالمعنى الأفضل. يعني لو هاذاكر بيولوجي أو chemistry أو physics أو حتى لو maths، المواد العلمية هي اللي تاخد الأكبر قدر ممكن. مادة زي العربي مع كافة احترامي لمدرسينها اللي فاكرين نفسيهم ما فيش يعني أهمية في العالم غير العربي والعربي ب80 درجة، أنا عايز ألفت نظر الطالب إن كده لو نقصت 3 درجات هيتحسبوا عليك ب1% حتى لو ال3 درجات دول نقصتهم في أي مادة. فبالنسبة لي المهم إن أنت ما تنقصش، سواء بقى في مادة علمية، سواء في مادة أدبية، المهم بالنسبة لي إن أنت ما تنقصش. وعشان أبقى واضح معاك، في مواد مهما ذاكرت فيها بتحتاج تذاكرها تاني وتعيد فيها المذاكرة منهم العربي. طيب أنا أعمل إيه؟ الخطة باختصار، الفترة دي 80% من مجهودك ومذاكرتك يروح للمواد العلمية، 20% يروح للغات، إنجلش وعربي. وعشان ما تتوهش نفسك يروح لهم في مستوى حرج، يعني لو بتحل مثلا نحو وبلاغه في العربي، ولو هتحل في الانجليش، الانجليش اغلبكم بيجاوبوا بالسنس، يعني ليه؟ لان انتوا بقالكم سنين بتدرسوا انجليش. طب اللي عنده مشكله في الانجليش لا يديها اهميه شويه، لان الانجليش من الدرجات اللي حرام ان انت تخسر فيها، يعني من المواد اللي انت ممكن تقفلها لو ضغطت عليها. طيب تاني نقطة بقى مهمة جدًا، جدًا، الفترة دي حاول على قد ما تقدر تبعد عن التجمعات العائلية. يعني إيه؟ التجمعات العائلية هتشيّلك مسؤولية كبيرة جدًا، جدًا، جدًا زيادة عن اللازم، يعني هتحسسك إن يا ابني ويا حبيبي وكلنا آمال عليك، كأنك أنت هتطلع مثلًا مصطفى مشرفة والّا أحمد زويل والّا أي حاجة من الحاجات دي كلها. مهما عملت ومهما جبت من مجموع كده في الآخر حتى لو دخلت كلية طب، يعني أنت فاهم؟ الموضوع مش محتاج كم التحفيز الأوفر ده. ومن هنا أنا باقول رسالة لأولياء الأمور، ولو أنت طالب روح ودّي الرسالة دي لوالدك أو والدتك. يا اساتذه، الطلبه خاصه اللي بيذاكر منها هو مضغوط وخايف بقدر كبير جدا. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخف له الضغط عشان ما يبقاش هو مضغوط من جنب المذاكره ومضغوط من جنبنا احنا كمان. فلا احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعد اللي بيذاكر منهم انه يحقق حاجه. طيب الناس اللي هتسمع الكلام ده وتقول لي طب انا عايز ابدا، انا بقالي كتير جدا ما بداتش، اعمل ايه؟ بص يا اساتذه، اللي عايز يبدا دلوقتي لازم تبقى عارف ومتاكد مليون المية ان انت ابتديت متاخر، صح ولا ايه؟ تمام. طالما ابتديت متاخر يبقى انت محتاج مجهود مضاعف. يعني انت لو فاضل لك 3 اشهر محتاج تعمل في مجهود ال3 اشهر ده مجهود 6 اشهر. ده معناه ان حضرتك هتنام اقل، هتحط الجدول نظامي ليك قوي. قوي يعني ايه؟ ان انت تكون ملتزم بعدد ساعات شغل، يعني مثلا هذاكر من الساعه 11 مثلا لغايه الساعه 2 ماده كذا، هذاكر من الساعه 3 اخد بريك ساعه مثلا لغايه الساعه كذا ماده كذا. حط وقت معين عشان تلتزم بيه، ما تحطش كميه انها تخلص. لما بنحط كميه انها تخلص وده للطالب الشاطر وغير الشاطر، لما بتحط كميه انها تخلص اليوم بيتفتح معاك بمزاجك، بتلاقي نفسك انت بادي مذاكره بكيفك وهتخلص بكيفك، لان انت عندك كميه معينه عايز تخلصها، ووقت ما تخلص بقى انت حاطط خطه لليوم انك تخلص كميه. لا، انا عايزك تحط خطه لليوم انك تلتزم بعدد ساعات معينه لكل ماده، وتكتب اخر اليوم ان انت انجزت في الماده الفلانيه كذا، انجزت في الماده الفلانيه كذا، وهكذا. طب نقطه بقى ودي يعني مش مهمه كده، وشوشه كده عشان ما حدش يسمعنا بينا وبين بعض. بطل، مش عارف اقولها، احنا علني، بس برضو بطل اللي انت فاهمه يعني. ما علينا، عايز اقولها والله هموت واقولها، بس تاني برضو حاول تبقى انسان يعني عمالين يشاوروا لي يقول لك لا ما تقولش. المهم حاول تبقى انسان محترم، ماشي؟ يعني حاول تبقى فاهم ومتاكد ان ده مستقبلك. حاول تبقى عارف ومتاكد ان انا كمدرس مش هيفرق معايا، طبعا هيفرق معايا وهتوجع عليك او كل حاجه، بس حياتي مش هتقف. لو انت جرى لك حاجه، لو انت ما حققتش مجموع، لكن حياتك انت هتقف ولا ايه؟ انت فاهم؟ ولي امرك سواء مامتك سواء باباك حياتهم مش هتقف. هم هيمسحوا بيك بلاط السلم وبلاط السلم بتاع الجيران وهيودوك يجيبوك، هيعملوا فيك كل اللي تتخيله. يعني انت هتتبهدل ماشي ماشي، وبعدين حياتهم برضه مش هتقف. المضرور الوحيد انت او انت. واحده هتقول لك يا مستر طب ما انا كده كده هتجوز واقعد في البيت. اوكي ماشي، مش لازم تتجوزي وتقعدي في البيت وانت مخك غبي يعني. ممكن تتجوزي وتقعدي في البيت وانت ذكيه وعبقريه وبتاع عشان تعرفي تديري امورك. يعني من الاخر في كل الاحوال انت محتاج تطلع من الحته دي ناجح وفاهم وتمام، علشان يبقى عندك على الاقل ثقه بنفسك. حتى يا عم لو مش هتكمل تعليم، هات مجموع محترم يرضي ربنا ويرضيك انت عن نفسك، وما تبقاش دي نقطه سوداء في حياتك تفتكرها بينك وبين نفسك. يا اخي تخيل كده في يوم من الايام ان انت بتنصح حد، خدتك الجلاله بقى وبقيت كبير، ما انت لما بتروح الجامعه بتبقى كبير، وبتعيش بقى على الصغيرين وتقول لهم، فجاي قال لك مثلا يا عم انت مجموعك ايه؟ حتى لو انت فيكت الحقيقه وقلت له لا ده انا كنت جايب مش عارف كام و90%، وانت كذاب. انت فاهم الفكره؟ انت حتى لو هو مدح فيك وقتها، انت بينك وبين نفسك هتعرف انت كذاب.
فرجاء الموضوع حلو، لما بتنجح وبتجيب حاجه حلوه بتبقى حلوه، ليها طعم مختلف، احساس بالثقه بنفسك في حياتك. بلاش تضيع على نفسك كل ده صدقني. وان شاء الله باذن الله من جوه قلبي اتمنى ان ربنا يهديكم وتفوقوا لنفسكم ولمستقبلكم شويه. في حاجه، اوعى وانت بتعمل كده مثلا لو الفيديو ده قابلته على تيك توك مثلا بدل يوتيوب او قابلته على اي منصه، اوعى تسكرول كده تلاقي واحده عجبتك وبتاع وتنسى الكلام اللي انا قلته.